تأهل المغربي سفيان البقالي لنهاية سباق 3000 متر موانع بعد حلوله في المركز الأول في التصفيتين الأولى والثانية من السباق الذي جرى مساء الاثنين على ملعب ستاد دو فرانس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وحقق البقالي المركز الأول حيث حجز مقعده في نهاية هذا السباق الذي سيجري الأربعاء المقبل، علما أن نصف نهائي 3000 متر موانع ورفع 3 تصفيات وتأهل أفضل 5 عدائين من كل تصفية. كما حل العداء المغربي الآخر محمد تندوفت في المركز الأول في السلسلة الثانية ليلتحق بسفيان البقالي في نهاية سباق 3 متر موانع. ويطمح البقالي للتتويج بالتاج الأولمبي للمرة الثانية تواليا وحفظ ما وجه الرياضة المغربية بعد توالي الانكاسات والإخفاقات في جميع الأنواع الرياضية الأخرى باستثناء كرة القدم في الدورة الحالية. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.